السلام عليكم. وحشتوني. بصوا يا جماعة، النهاردة هنعمل كبدة بالردة. بصوا ادي معاكم الكبدة، انا منيماها في لبن لمدة ساعة علشان الزفارة. احسن حل للكبدة اللبن، بتضيع الزفارة خالص منها. بعد ما صفيتها من اللبن شطفتها وهحط لها الليمون اهو، لان كبدة يعني ايه، كبدة يعني ليمون. شايفة؟ بصوا انا جربت يا جماعة اني اغسلها واحط لها ليمون كتير، برضو بتنزل دم وبتعمل زفارة، تبقى ريحتها زفرة. لكن لما تحط لها لبن، انا جربتها كذا مرة باللبن، ما شاء الله عليها، انا وعيالي بناكلها ما بنحسش بالزفارة بتاعتها بصراحة. وبالطعم اللي بيبقى عامل زي، مش عارفة، بيبقى عامل زي الصديد كده، مش عارفة، انتوا اكيد عارفينه الطعم. بصوا هنا الكبدة حطيت لها سنة معلقة توم مفروم. بعد كده هحط البهارات بتاعتها. ايه هي البهارات بتاعتها؟ آه معلقة مرقة، ونص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة توم باودر، ونص معلقة بصل باودر، ونص معلقة كمون، وسنة سنة المعلقة كده، على سنة المعلقة شطة لو انت مش بتحب الشطة. لكن لو انت بتحبيها مشطشطة هتحطي نص معلقة او ربع معلقة شطة. بعد كده هندعكم مع بعضيهم. واخدين بالكم من كلمة هندعكم؟ بصوا اهو، هحط لها توابلها. ايوه هندعكم يعني ببعضهم عشان ياخدوا من طعم بعض ومن توابل بعض اهو. بصي، انت شايفة لون الكبدة؟ مفيهاش دم خالص في الطبق اهو، قدامك اهو. انا احبها كده، لكن لو بقيت بالدم لا، بقدرش الصراحة اكلها، ولا انا ولا العيال عندي. هنشيلها. بص لونها بقى عامل ازاي، ده علشان اللبن اللي انا كنت منيمها فيه. هنحطها على جنب لمدة ساعة تاخد من كل التوابل عشان تبقى حايجة. بعد كده هنجيب الردة بتاعتنا ونبهرها بنفس التوابل بتاعة الكبدة. ليه؟ علشان تبقى ليها ريحة وطعم حلو وانت بتاكليها زي بتاعة المحلات برا اهي. لو وصلت معايا لحد هنا يا أمرايا، اعملي لي اشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، واعملي لي لايك وكومنت حلو منك يا سكر. بصي اهو، نفس البهارات. بعد ما هعملهم كده برضو هنخلهم في بعضيهم عشان ياخدوا بنفس البهارات بعض اهو. شايفة؟ من كل انا هنا نسيت ان احط ملح على الكبدة، افتكرت وانا بحط الملح للردة، رحت رجعت وحطيت ايه ملح للكبدة اهو. على فكرة يا بنات، انا بعمل الاكل ده وانا صايمة الايام بتاعت اتنين وخميس والايام القمرية، فانا بكون صايمة وانا بعمل الاكل ده، فمش بعرف ادوق. بس يعني الست اللي بتطبخ على طول بتبقى عارفة، يعني من ريحة الاكل هو ما هو حايج ولا لا. فاهميني؟ اكيد فاهمين الحتة دي اهو. هنا سخنت الطاسة وحطيت فيها الزيت، مش هخلي الزيت يغلي، يعني انا بص بحط الكبدة والزيت مش بيغلي علشان تستوي من جوه، ما تتشعوطش وتطلع من جوه مش مستوية اهي. شايفين اهو؟ بصوا هسيبها لحد ما تستوي وهقلبها، وبعد كده هطلعها اصفيها
على المصفاية دي. بص هي مش يعني مش هتكمل، ممكن 10 أو 15 دقيقة على النار، مش هتكملهم. انت شايفة لونها كده، بس هي لونها فاتح، لون الكاميرا عندي بتغمق الحاجة. بصي حتى الطحينة دي لونها فاتح برضك، مغمجاها الكاميرا اهي. الطحينة دي اللي انا عملتها معاكم، هوريكي طحينة بعملها تحفة بالطريقة اللي انا بعملها دي. شايفة الليمون الاول، وبعد كده هحط لها ايه، نص معلقة توم مفروم، وايه كوباية الزبادي دي هي اللي هتخلي لك الطحينة تحفة، كريمي ولذيذة ومززة سكر، هتحبيها انتي وعيالك، دايما هتعمليها في رمضان جنب اكلاتك اهي. وبقلل قليل، يعني انا عملت لك الطحينة اهو، وبعمل لك الطريقة بتاعت الطحينة اللي هتاكليها بيها، والله احلى من بتاعة المحلات. والله يا جماعة احنا بنجيب الطحينة بتاعة المحلات جنب المشويات اللي بره، بتبقى مية وملهاش طعم، كلها زيت، وتمسكيها بصي في العيش، في لقمة العيش بتلاقيها مية، كأنك بتغمز مية. لكن الطحينة اللي انت بتعمليها على ايدك وبتخفيها لعيالك وبتجهزيها بتبقى تحفة، بياكلوا بيشبعوا منها. المية دي اللي بعمل بيها، بفك بيها الطحينة على فكرة دافية، مش مية ساقعة من الحنفية، انا مدفياها. بص كده قوامها، وكمان هتتقل تاني، يعني بص القوام ده هتتقل، وهوريكي تقلها في الطبق هتبقى ازاي. هديها البهارات بتاعتها، شطة وكمون وفلفل اسود وملح اهو. حتت صغننة اهي، بصي الحتت لا تذكر يعني. انتوا شايفين ان انا ممكن بكون بحط بهارات كتير في الاكل، بس والله انا بحط حاجات قليلة خالص، يعني بتاخد الطعم بس بتاعت البهارات، لكن انا مش بحط كميات اهي. وهوريها لك في الطبق ساعة ما هقدم الاكل، هتتقل تاني كمان اهي. بص هوريك القوام بتاعها دلوقتي اهي. شايفة تقلت ازاي في المعلقة؟ ودي السلطة، بصي هيبقى احلى سندوتش عالمي. والله لولا الكبدة دي يا جماعة فاتحة، بس الكاميرا مغمجاها اهي. بالهنا والشفا على قلوبنا، وبالهنا والشفا على قلوبكم لما تعملوها. ما تنسينيش في الاشتراك واللايك وكومنت حلو منك وتفعيل الجرس. يلا حبيبتي، السلام عليكم.